اتفرج معايا كده على التكتيك العالمي والعظمة اللي قدمها كل لاعيبة النادي الاهلي في هدف النادي الاهلي الرابع عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 60. هتلاقي الكرة من بدايتها النادي الاهلي بيحاول يبني الهجمة، هتلاقي خالد عبد الفتاح فتح ناحية اليمين ورامي ربيعة فتح ناحية الشمال ومروان عطية هو اللي راجع عشان يبني الهجمة. هتلاقي 3 لعيبة من لعيبة سيراميكا بيضغطوا على ال3 لعيبة بتوع النادي الاهلي. هتلاقي هنا مروان عطية اول ما استلم الكوره من الشناوي بمنتهى تشغيل الدماغ والثقه في النفس زق الكوره بسرعته في المساحه اللي قدامه وقدر يخرج من الضغط اللي عامله عليه فخر لقاي ويحطه في ظهره. في اللقطه الثانيه اكرم توفيق ويحيى عطيه الله فاتحين الملعب وموسعين مساحات اللعب. هتلاقي في نفس اللقطه طاهر محمد طاهر وامام عاشور نزلوا في نص الملعب عشان يسحبوا لعيبه سيراميكا نص ملعب النادي الاهلي ويخلقوا ثغره في نص ملعب سيراميكا. في اللقطه اللي بعد كده هتلاقي الكره اول ما جت لقفشه هتلاقي على طول طاهر محمد طاهر بياخد سبرنت عشان يسحب معاه مدافع سيراميكا رجب بكار. فهنا لعيبه النادي الاهلي قدروا ان هم يخلقوا ثغره بين الخطوط في نص ملعب سيراميكا. هتلاقي قفشه هنا لعب الكره في الثغره اللي خلقها لعيبه النادي الاهلي، وهنا اسامه ابو علي بيعمل فينت بمنتهى الذكاء عشان يفوت الكره لامام عاشور، وهنا امام عاشور من لمسه سحريه بيودي حسين الشحات الفاضي تماما ناحيه الشمال قدام محمد بسام انفراد شبه كامل، وحسين الشحات في اللقطه الاخيره بفينش ممتاز ببطن رجله على شمال محمد بسام. هدف عظمه للنادي الاهلي من الجون للجون بيشارك فيه كل لاعيبه الاهلي.